وهو بطبيعة الحال بالنظر إلى تأزم الأوضاع الاجتماعية التي تعرفها بلادنا والتي تزيد استفحالا والتي تهدد كذلك استقرار البلاد، نظرا للتهديدات التي يعرفها إقليمنا وتعرفها منطقتنا. فمن واجب اليسار أن يستمر في ما اصطلح عليه بالخط الثالث. هذا الخط الثالث الذي هو خط النضال الديمقراطي وإعادة بناء اليسار وتوحيده كلبنة أساسية في إطار بناء جبهة ديمقراطية شعبية واسعة قادرة على الضغط من داخل المؤسسات ومن داخل الفضاءات العامة من أجل أن يتقدم المغرب نحو الديمقراطية الغير منقوصة، والتي هي الملكية البرلمانية، حيث الملك يسود ولا يحكم، وحيث تحقيق المواطنة الكاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة. لأن إذا كان اليسار تراجع في فترة ما، اليسار يسترجع قواه في هذه الآونة الأخيرة، هذه العشرية الأخيرة عبر العالم، ونحن نستلهم يعني التجارب الناجحة في هذا العالم، أخذا بعين الاعتبار يعني تطور السوسيولوجي لبلادنا وإمكانية إعادة بناء اليسار وإعادة بناء الجبهة الديمقراطية الواسعة القادرة على تغيير موازين القوى باتجاه تغيير الديمقراطية الشامل.